واش عمرك حسيتي براسك كتبدا علاقه وانت فرحان وكل شيء باين زوين، ومن بعد كتبدا تحس انك ضايع وما عارف شنو واقع؟ العلاقات في هذا الزمان ما بقاتش بحال قبل، كلشي كيبغي يتحب ولكن قلال اللي مستعدين يحبوا بصح. باش نكونوا واضحين من الاول، هذا الفيديو ماشي جاي باش نعاود لك على الحب بشكل رومانسي ولا نلومك، ولكن جاي نهضر معك بحال خوك، نقول لك شنو واقع وشنو ممكن يتصلح وشنو لا خصو يتبدل. ولكن شنو هو السبب اللي كيدفعنا نتمسكوا بعلاقات ما كتريحناش؟ واش حنا محتاجين الحب ولا محتاجين الهروب من شي احساس اخر؟ العلاقات ماشي سهله، واخا الناس كيبانوا كيضحكوا، راه كاينين اللي كيبكيو في الليل، كاينين اللي كيتحملوا بزز، وكاين اللي ساكتين حيت كيخافوا يخسروا الشخص اللي كيحبوه حتى ولو كانوا تايهين وسط العلاقه. بزاف بينا ما تعلمناش نحبوا راسنا، فخلينا اي واحد يدخل حياتنا حتى ولو هو ما كيستاهلش. كنعطيو كنسدو فمنا باش ما نكونوش ثقال وباش ما نخسروش العلاقه، ولكن فاش كنرجعوا للفراش كنسولوا راسنا واش انا بصح مرتاح، ولكن واش الحب فعلا كيعني التنازل، واش نقدر نعيش علاقه صحيه بلا ما نخسر راسي؟ ماشي كلشي سلبي، كاين علاقات زوينه وكاين الناس اللي كيعرفوا كيفاش يوقفوا معك، يسمعوك بلا ما يحكموا، كيعرفوا يعاملوك باحترام واخا تكون في اسوأ حالاتك. ولكن هذا النوع نادر بزاف وخصنا نكونوا حاضرين باش نعرفوه، ماشي غير نغرقوا في الاعجاب ولا الشهوه ولا الحاجه لشي حد يهضر معنا. خاصنا نفرقوا بين بغيت نبعد على الوحده وبغيت نبني علاقه بصح. الا بغينا نبنيو علاقه بصح، شنو خاص يكون فيها؟ شنو هو السبب الحقيقي اللي كيخلي العلاقات تكفس؟ اكبر مشكل في العلاقات هو التواصل. كاين اللي كيحبك ولكن ما كيعرفش يعبر، وكاين اللي كيحماق عليك ولكن كيغلط في التصرفات، وكاين اللي كيبقى ساكت حتى كتنفجر العلاقه. الناس ما كتخسرش في نهار، ولكن في كل يوم فيه كلمه ما كتديالش، احساس ما تفهمش او مشاكل ما تناقشوش. والخطير هو اننا كنفضلوا نسكتوا باش ما يكونوش مشاكل، ولكن هذا السكوت هو اللي يقتل كل شيء في الصمت. ولا وصلنا مرحله الشك ولا الخنقه، شنو هو اصل المشكل؟ واش المشكل فينا ولا في الثقه؟ وما نساوش الثقه. كيفاش تبني علاقه بلا ثقه؟ الا كنتي ديما كتشك، كتحل تليفونه، كتراقب التحركات ديالو، هذا راه ماشي حب، هذا راه خوف. واللي مبني على الخوف ما كيكملش، بالعكس كيولي ضغط وخنقه وغياب الراحه النفسيه. وخاصك تعرف الا كنتي كتعيش في واحد العلاقه كتخليك تقلق، تشك في راسك وتقلل من قيمتك، راه ماشي علاقه، راه اختبار للصبر ديالك. واش معنى هادشي اننا خصنا نهربوا من العلاقات، ولا كاين طريقه نبنيو بها علاقات اقوى؟ دابا واش الحل هو نهربوا من العلاقات؟ لا بالعكس، الانسان ما يقدرش يعيش بوحده، ولكن خاصنا نتعلموا كيفاش نختاروا ونعرفوا اش كنقدموا، واش كنعطيو من حب ولا من خوف، واش كنطلبوا شراكه ولا كنطلبوا انقاذ. العلاقه الصحيه فيها تفاهم وفيها صراحه، ماشي كاملين بحال ولكن كنحترموا بعضنا، كنسمعوا لبعض وكنكبروا مع بعض. وحتى الخلافات راه كاينه، ولكن الفرق هو كيفاش كنتعاملوا معها. ولكن واش فعلا اي علاقه كتحقق النجاح، ولكن علاقه خصها تسالي؟ كيفاش نعرف اللحظه المناسبه باش نمشي؟ من جهه اخرى خاصنا نكونوا واقعيين، ماشي ضروري كل علاقه كتبدا بالضحك وتكمل بالسعاده. كاين علاقات كتبدا زوينه ولكن كتبان الحقيقه، وكتكتشف ان الانسان اللي قدامك ما مناسبش ليك. هنا خاصك تكون شجاع وتخرج برا العلاقه، ماشي كتبقى تحاول تغير شي حد ما باغيش يتبدل. راه اللي كيبغيك بصح كيخاف يجرحك، ماشي يعاود نفس الغلط. ولكن واش التخلي فعلا كيخلينا بخير؟ واش القلب يقدر يبرم من بعد الخساره؟ انا عارف التخلي صعيب، ادمان على شخص، على وجوده وعلى صوته كيخليك ترجع ليه وهو ما كيستاهلكش. ولكن الوقت كتعلم، كتولي تقول في بالك بلا به رانا بخير، بلا علاقات مؤذيه راه قلبي بدا كيتنفس. خاصك تمشي، ماشي حيت ما بقى فيك ما تعطي، ولكن حيت ما بقى عندك ما تخسر. وفاش نفوتوا هذه المرحله شنو نديروا من بعد؟ واش نرجعوا نبنيو من جديد؟ واش نقدر نلقى علاقه صحيه؟ اش غنقول لك؟ راجع علاقاتك، واش فيها توازن، واش فيها راحه، واش فيها حب لا شروط، ولا فيها شك وتعب وغياب. كون صادق مع راسك، واخا تحس بالوحده راه احسن تكون بوحدك مطمئن من انك تكون مع شخص وكتحس براسك وحيد وسط العلاقه. وخلي هاد الجمله ديما في بالك، ماشي كلشي اللي دخل لحياتك خصو يبقى. بعض الناس جايين فقط باش يعلموك الدرس ويخليوك تفيق. تهلا.